لو مهتم بالجديد في عالم التطبيقات اشترك في قناتي وانا هقولك كل الجديد والمميز ووظيفة كل تطبيق، مزايا وعيوب. ميلون في بي ان الغاء حظر وكيل في بي ان، تطبيق محمله 10 مليون مستخدم. طبعا اللي معرفش الفي بي ان بيستخدم في ايه، فانت لو عايز تلعب اي لعبة فممكن تلاقيها غير مخصصة لبلدك، لو عايز تحمل اي تطبيق فبيقول لك غير مخصص لبلدك، لو عايز تفتح اي خبر فبيقول لك تأكد من صحة الانترنت او وجود الانترنت وعندك انترنت مفيش مشكلة. كمان لو عايز تخفي الاي بي ادريس بتاعك وتفتح من اي شبكة واي فاي عامة من غير ما حد يتتبعك ويعرف انت بتصفح ايه او ماسك ايه او تليفونك عليه ايه، عن طريق الفي بي ان. تطبيق ميلون في بي ان تطبيق سهل جدا وبسيط، بمجرد ما تفتح الفي بي ان بيشتغل معاك من اي دولة، سواء السيرفر المجاني او السيرفر اللي بالفلوس. تقدر تدفع عن طريق التطبيق دوت، تفتح اي تطبيق غير مخصص لبلدك. يعني مثلا لو انت في الصين وعايز تفتح الفيسبوك مثلا بتاعك فبيقول لك غير مدعوم في البلد دي او محظور. لو فتحت الفي بي ان تقدر تفتح بمنتهى السهولة. كمان لو في العاب غير مخصصه لبلدك وعايز تلعب اللعبه دي او تفتحها وتحملها اونلاين، فانت محتاج في بي ان عشان تقدر تحمل اللعبه دي. للاسف الشديد تطبيق رغم ان هو محمله 10 مليون مستخدم وتقييماته كويسه جدا جدا جدا، الا ان انت بتحمل اي لعبه غير مخصصه لبلدك عن طريق التطبيق ده، فالتطبيق بيفصل لوحده. ولما بيفصل لوحده فانت بتضطر تعيد تحميل اللعبه من اول وجديد تاني. طبعا الالعاب بتبقى كبيره، نص جيجا، جيجا الا ربع، جيجا ونص على حسب اللعبه اللي انت بتحملها، فبتضطر ان انت تخسر كل الداتا اللي انت حملتها وتحمل من اول وجديد تاني. ودي حاجه مش كويسه جدا في السيرفرات المجانيه للتطبيق. طبعا لو انت مش من السيرفر مجاني والسيرفر بفلوس فانت هتقدر تستمتع بالانترنت وبالالعاب الغير مخصصه لبلدك والمحظوره ببلدك، وتلعب اونلاين كمان زي ما انت عايز. بس السيرفر المجاني ما انصحش ان حد يحمل عليه اي لعبه لان هو بيقطع في نص التحميل. شير ولايك وسبسكرايب لو ما كنتش عارف التطبيق ومميزاته وعيوبه.